عدد الناجحين في البكالوريا 50 طالب فقط. أول بكالوريا في الجزائر. أول من تحصل على البكالوريا في الجزائر. أجري أول امتحان بكالوريا في فترة الاستعمار سنة 1854، وكان محصورا على أبناء المعمرين تقريبا. اجتاز سي محمد بن رحال الندرومي من ولاية تلمسان الامتحان ونجح فيه عام 1874 وهو لم يتجاوز السادس عشر من عمره. نالت الجية نور الدين بن علاق الشهادة عام 1936 لتصبح لاحقا أول طبيبة جزائرية مسلمة. أول بكالوريا بعد الاستقلال سنة 1963 كانت تحمل طابعا مزدوجا جزائريا فرنسيا مع إضافة مواد كاللغة العربية والتاريخ والجغرافيا. وعند بداية السبعينات أصبحت اللغة العربية لغة أساسية في الامتحانات ونجح فيه 2352 طالبا. وقبل ذلك أجري أول امتحان بكالوريا للجزائريين تحت الاستعمار الفرنسي في سنتي 1854-1855، وكان عدد الجزائريين فيها محدود جدا لا يتعدى 50 طالبا. وألف مبروك للناجحين في البكالوريا ولغير الناجحين لأنهم هم أيضا تعبوا وسيرون النتيجة بإذن الله.